اهلا بيكم في جولة جديدة تنضم لجولاتنا وخروجاتنا في العتب، والمرة دي جايبالكم مكان مشهور بالاحذية، شوارع فيها بواقي المولات ومحلات وسط البلد وعباس العقاد، وهو شارع الرويعي الموجود في العتب. والشارع ده من زمان جدا وشارع ليه تاريخه. فتعالى اقول لكم ازاي انا ركبت المترو ونزلت محطة العتب، واول ما طلعت من المترو حودت شمال ومشيت شوية لحد ما وصلت عند مول صدناو، وهو الشارع اللي على يمين المول بالظبط. على اول الشارع هتلاقوا كشك او سوبر ماركت صغير، واول ما تدخلوا الشارع هتلاقوا على ايدكم اليمين والشمال كلها عبارة عن فرش، هتلاقوا عليها صنادل وسليبرات بتبدأ من 35 جنيه، وجزم وشنط بتبدأ من 85 جنيه، وبوتات، وفي طبعا فرش رجالي وحريمي واطفالي. واغلب الفرش هناك اغلبهم موحدين السعر، يعني مثلا ممكن تلاقوا فرش فيه صنادل وجزم وكوتشات السعر موحد هناك 100 جنيه، وهكذا بقى كل فرش وليه سعر. كمان وانتوا بتشتروا يبقى شوفوا الحاجات وقلبوا فيها كويس، لان وارد جدا ممكن تلاقوا حاجات فيها عيوب في الصناعة. فكرة المكان انه بواقي لمحلات كبيرة بس هنا بسعر اقل، طبعا بيبقى اخر مقاس او اخر لون، فبينزلوه بقى على الفرش ده والاسعار بتاعتهم بتبقى اقل. وطبعا مش معنى ان المكان فيه فرش والمكان مليان ان مفيش فرش مميزة واسعار مناسبة جدا للناس كلها. لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر قولولي وانا اقول لكم على الفرش مميزة جدا هناك، زي الفرش بتاع الصياد وابو احمد، واماكن كتير هناك مميزة واسعارهم حلوة جدا. كمان يوم الحد بيبقى الاسعار اقل من باقي الاسبوع، وبكده تقدروا تروحوا هناك تشتروا كل اللي انتوا عايزينه بأسعار اقل من المحلات بكتير. كمان ممكن اللي يقيدكوا زيهم زي المحلات بالظبط، يقيدكوا من اللون او المقاس، وده طبيعي جدا. وبس كده، دي كانت جولتي النهاردة، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا.